السلام عليكم احبائي، اذكروا الله على بذكر الله تطمئن القلوب. صلوا على رسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الف صلاه وسلام. مرحبا بك في قناتي سهيل وبنين مع ساره. البنات اليوم جبت لكم كراته بالسرق يجي بنين ومفرمش. نخليك مع الوصفه وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله، نقولوا بسم الله. في مقله كما راكم تشوفون هنا درت شويه تاع زيت، وهذا فيونداشي كانت عندي كميه لاباس بها يعني شويه ماشي بزاف. الشيء كنت صادقه معاكم، كنت ديرتها في المجمد جبتها ديريكت درتها في المقله. هنا اش غادي ندير شويه تاع بصل، هكا حبه تاع بصله متوسطه الحجم تكون شويه صغيره، رحيها في الاشوار حبيبتي وديريها، غادي تعطي الكراته تاعك بنه شابه. اش غادي نديرو شويه تاع ملح باش هذيك الكفته تجيك بنينه، والبصله تاعي تذوب بالخوف. صحيح حبيبتي. هنا نحركهم كما راكم تشوفوا، نخلطهم هكا باش ديك الكفته تتقلى مع البصل غايه. وبغيت نقول لكم شيرت شكرا لاي وحده التحقت بالقناه تاعي، ونقول لك مرحبا بك حبيبتي، اسعدني وجودك كثيرا. اي الشيرات ما تنساوش تشتركوا فضلا ويسعا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. اي حاجه تحطها اختك صار توصلك باذن الرحمن. هنا كيما راكم تشوفوا نقليهم غايه. شهدت كنت عندي كتبه كبيره تاع السرق، حكمتها غسلتها غايه نقيتها ثاني مليح، خليتها يكثر، قطعتها قطع صغيره، درتها فور مع شويه تاع بصل ثاني حيتها في الاشوار وفص تاع الثوم. هاي حبيبتي وشويه تاع ملح خليته فور غايه حتى يطيب. هنا ديريكت من الكسكاس شيرات للمقله صايره حامي. هنا كيما شفتوا درنا فيونداشي، درنا معها شويه تاع بصل رحيتها في الاشوار، شويه تاع ملح قليتهم غايه، زدت عليهم السرق اللي كنت فورته. صحيح بناتي. هيا هنا لي زيبيشا غادي نديرو هذا التابل تاع الجبن. شوفوا التابل تاع الجبن انا كاع ما يخطينيش، يعطيني بنه شابه في الوصفات تاعي، خصوصا كراته ولا مملحات. درت شويه تاع كمون وديري شويه تاع حرور. صحيح حبيبتي. ندير شويه تاع ملح ثاني هكا دوقي حبيبتي، شوفي الكراته تاعك زعما باغ اكزومبل الخليط تاعك مالح ولا صامت. صحيح. هنا الخليط اللي غادي نديرو شي عندي، شوفوا هنا عندي زوج حبات تاع بيض غسلتهم وقلت بسم الله، درتهم في غرفيه. ندير شويه تاع حرور وشويه تابل تاع الجبن. ما عندكش تابل تاع الجبن ماشي مشروط حبيبتي، شي ديري الثوم مطحون. صاي ما عندكش الثوم مطحون ديري الثوم فريش. وما نسيت الشيرات كي قليت انايا البصله مع الفيونداشي وكاع درت لها فص تاع الثوم خضر هكا كيما نقولوا فريش. هنا شا غادي ندير الشيرات، ندير تاني كريم فريش. ما عندكش الكريمه هذه حبيبتي ماشي مشروط ديري علبه ياغور طبيعي. دائما نقول لكم الشيرات ولا ديري شويه حليب، دائما نسهلها عليك حبيبتي. كيما شفتوا هنا نخلط كاع المقادير اللي درتهم، ديري الملح حاجه باينه ما تنسيش، خلطي غايه. ايا دوك شا غادي نديرو. انا كنت من قبل قليت البطاطا درتها بتيدي، قليتها في الزيت كيما شفتوا، كي قلعتها رشيتها بشويه تاع ملح وشويه تاع الثوم يكون مطحون، يعطيها واحد البنه شي نقول لكم بنينه. غسيوها الشيرات. شوفوا ما درتش كميه لاباس بها زعما كيما نقولوا كميه كبيره، واحد زوج حبات تاع بطاطا متوسطين الحجم قطعتهم تيدي وقليتهم كيما شفتوا. من بعد قلعتهم واش هذا داك الخليط اللي درناه تاع فيونداشي والسرق وكاع شي نقول لكم الشيرات هذيك كراته حبوبه. يعني نقول لكم هذا البلا كاع على حسوه. ايا سي حبيبتي شا غادي ندير تاني، غادي ندير الجبن. اي جبن متواجد عندك اي نوعيه ديريها. انا نقول لك درت موندور. صاي انا كيما راكم تشوفوا موندور هذاك اللي كيما نقولوا لي تقطعي حبيبتي، بصح الجبن ماشي تحضيره جبنيه، خاطش بزاف اخواتي يقولوا يسقسوا فيا اللي نقول لكم. صحيح بناتي. اي هنا شا غادي ندير، نخلط كيما راكم تشوفوا، نخلط كاع المقادير اللي درتهم. ونقول لكم شكرا اخواتي اللي راكم تسقسوا عليا ولا راكم تدعموا فيا ولا راكم تبارطاجوا لي الفيديوهات تاعي. نقول لكم ربي يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا اعز الناس. اي انت حبيبتي لحقتي هنايا ما تنسيش ديري لي جيم وتكثري لي من كومونتير. صاي الشيرات. هيا دوك نحط لكم اللي تبغي الروتينه دوك نحط لها كيما نقولوا نثبت لكم في اول تعليق القناه تاعي جديده ونديرها لكم في صندوق الوصف. ان شاء الله هذه القناه غادي تقعد الشيرات ونطلعوها بفضل ربي سبحانه وبفضلكم. حاجه باينه. ربي يخليكم ليا يا اعز الناس وما يحرمنيش منكم. شوفوا الشيرات هنا غادي هكا بالخضمي لا ها بالمغرف صراحه ما حكيتي في مغرف تقولي خضمي سليمه. هنا كيما راكم تشوفوا الشيرات نمشي بهذه الطريقه يسهل ماهل يحضر في دقائق وبنين. شتو الشيرات يجي بنين. شنو نقول لك ديريه راني متاكده غادي ينال اعجابك، خصوصا لو كان ولادك ولا الزوج ما يبغيش السرق، ما تعرفوا السرق الصحي الشيرات. هيا ديريه لهم حبيبتي وانت مغامضه عينيك ورجعي لي في لي كومونتير كي يجيك. هنايا درت داك الخليط هكا من الفوق
صاي كلشي راه طايب. انت شعلي على الكوشه من تحت، خليه حتى ينشف هذاك البيض، عاودي شعلي ليها من الفوق حتى ياخذ داك اللون الذهبي ولا يجي احمر. شفتو كيجي ديك الطبقه الفوقانيه هذيك طبقه الشاهين، انا نبغيها الشيرات. هي غادي ندخلها درك الكوشه يطيب ومن بعد نخرجه. شوفوا الشيرات من بعد ما طاب هي صاي صار جاهز، دوك غادي ناكلوه الشيرات. وهذا للامانه كنت درتيه لكم في رمضان، هيا شيرات. وبزاف اخوات قالوا لي صراحه حطي لنا ديك الوصفه اللي درتيها تاع كراطه. هي اليوم حطيتها لكم. على بالي الشيرات بلي شويه فانين شويه عارفين اختكم ساره كي دايره ديجا والفتوني بصح ان شاء الله ان شاء الله غادي نحاول هكا نطور من روحي، نحاول هكا نكون ملتزمه هكا نحط فيديوهات وكاع. ادعوا لي الشيرات، ربي يحفظكم يخليكم ليا. شوفوا كيجي هنا كي قطعته جا مفرمج الشيرات، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله.